لو معاك اي عمله من عملات ال 200 جنيه اللي هنقول عليها جوه الفيديو، فبجد يا حظك يا هناك، جايب لكم النهارده فيديو جديد وتجميعه جديده لكل اصدارات ال 200 جنيه، الثلاث اصدارات. وهتتفاجئ حرفيا لما تعرف ان فيهم ال 200 جنيه الكبيره ممكن سعرها يوصل ل 30000 جنيه. ايوه زي ما سمعت كده 30000 جنيه، بس لابد ان ينطبق عليها بعض الشروط وبعض المواصفات. كل اللي عليك اللي انت تسمع الشروط والمواصفات اللي بتنطبق على ال 200 جنيه وتقارنها. ولو معاك فبجد يا حظك يا هناك، ممكن تبعت لي الصور على الواتساب، وارقام الواتساب موجوده على قناه اليوتيوب الربح المضمون، ممكن تاخدها من هناك. بس لو انت اول مره لسه بتشوفنا على القناه وما عملتناش اشتراك في القناه، فبطلب من حضرتك ان انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. وجايب لكم كمان في اخر الفيديو 4 اماكن لبيع العملات بالتفصيل. كل اللي عليك اللي انت تسمع الفيديو للاخر وتشوف العملات اللي موجوده معاك. ولو معاك اي عمله ارسلها لي حالا، والارقام موجوده في التعليقات على قناه اليوتيوب الربح المضمون. ونخش دلوقتي نتعرف على جميع اسعار العملات ال 200 جنيه الورق المصريه بجميع اصداراتها، بس لازم ان ينطبق عليها بعض الشروط وبعض المواصفات. ونخش دلوقتي جوه الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا جماعة من جديد. معانا أول عملة في القايمة وهي 200 جنيه فاروق العقدة، الشهيرة بال 200 جنيه الكبيرة بالنسبة لكل الناس. ال 200 جنيه الكبيرة أو 200 جنيه فاروق العقدة الكبيرة تم إصدارها في 3 إبريل 2007، وأخذ يتم إصدارها حتى 28 مايو 2008. يعني تم إصدارها لمدة عام واحد فقط، من 2007 ل 2008. تم التوقيع عليها على 17 بريفكس فقط. فاروق العقدة تم التوقيع من خلال محافظ بنك واحد وهو فاروق العقدة، وقع على 17 بريفكس من أول يه واحد حتى يه 17. لذلك العملة ديت يا جماعة نادرة. العملة ديت لو احنا شفناها سيريال نمبر بتاعها عادي وعمله عاديه جدا من اول يه واحد لحد يه 17، فدي سعرها مش هيبقى غالي جدا، هيبدا من اول 400 جنيه ممكن يوصل لحد 500 جنيه 600 جنيه بالكتير. اما العمله ديت ممكن سعرها يوصل لحد 30000 جنيه، ولكن لابد ان ينطبق عليها بعض الشروط وبعض المواصفات اللي هنقول عليها بالتفصيل. فركز معايا واعرف التفاصيل بالظبط، عشان لو لقيت التفاصيل دي جوه ال 200 جنيه اللي هي موجوده معاك فسعرها ممكن يبقى غالي جدا. العمله ديت اول حاجه هي بعلامه مائيه الكاتب المصري، والسمك بتاعها اللي هو الطول بتاعها عشان هي كبيره جدا، الطول بتاعها 175 ملم والعرض بتاعها 85 ملم. الورقه ديت يا جماعه تم اصدارها بالظبط في 3/4/2007. لو احنا شفنا الورقه ديت بمفتاح الاصدار او قفل الاصدار. يعني ايه مفتاح الاصدار؟ يبقى يكون الرقم بتاعها رقم عادي، ويا اما يه واحد يا اما يه 17. لو شفنا الورقه يه واحد برقم تسلسلي عادي او يه 17 برقم تسلسلي عادي، فدي سعرها يا جماعه بيغلى، بيوصل لحد ممكن يوصل من 1000 ل 1000 ونص لو هو قفل مفتاح الاصدار او قفل الاصدار. طيب لو احنا شفنا الورقه ديت بيه بس بدون اي واحد او اتنين او تلاتة لحد 17، يه بس يه فقط زي ما انتم شايفين كده على الشاشة، فدي سعرها يا جماعة بيبدأ من اول 2500 جنيه وبيوصل لحد 3000 جنيه. طيب الورقه ديت امتى سعرها بقى يزيد اكتر؟ لو احنا شفنا الورقه ديت كلها الارقام بتاعتها اللي هو الرقم التسلسلي بتاعتها سوليد. يعني ايه سوليد؟ يعني كله وحايد، كله اتنينات، كله تلاتات، كله اربعات، كله خمسات. فدي سعرها يا جماعه بيغلى وبيبدأ من أول 7000 جنيه ل 8000 جنيه. أما لو احنا شفنا الرقم بتاعها كله ملكي أو ذهبي. يعني إيه زي ملكي أو ذهبي؟ يعني 0001 0002 0003 0004. الرقم بتاعها يكون متسلسل كله اصفار وفي الآخر واحد. دي بيبدأ سعرها من أول 5000 جنيه وبيعلى تدريجيا ممكن يوصل لحد 7 و8000 جنيه لو على حسب حالتها أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع. طب ممكن بقى الأرقام بتاعتها ديت تزيد والأسعار بتاعتها تزيد قوي لو احنا شفنا الورقه ديت بالتاريخ اول يوم اللي هو 3/4. لو شفنا تاريخ الورقه 3/4/2007 ويكون مفتاح الاصدار يه واحد والرقم بتاعها مميز. يعني ايه مميز؟ يعني كله صفار مثلا، كله وحيد، كله اتنينات، كله تلاتات. ممكن يوصل سعرها من اول 10000 جنيه لحد 15000 جنيه. طب لو احنا شفناها يه واحد وبتاريخ 3/4/2007 ممكن والارقام بتاعتها كلها وحايد، كلها اتنينات، كلها تلاتات، او كلها 0001 0002 0003 الارقام التسلسل بتاعتها، فممكن سعرها يعلى ويوصل لحد 15000 جنيه. طب امتى بقى يوصل الرقم بتاعها ل 30000 جنيه؟ لو احنا شفناها بالتاريخ او بتاريخ الورقه دي نشوفها بتاريخ 3/4/2007 ويكون ورقه احلال، يعني يه فقط بدون رقم
بالاضافه للرقم المتسلسل بتاعها، التسلسل بتاعها يكون كله صفار او كله اتنينات او كله تلاتات او كله اربعات او كله خمسات. فدي سعرها يا جماعه بيوصل لحد 30,000 جنيه على حسب حالتها. لو وصلت لحاله الانصر يعني زيرو كأنها لسه خارجه بالبنك، اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع حتى لو كانت بسيطه. والاسعار اللي انا بقولها دي يا جماعه بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. دي بالنسبه لاول عمله معانا تاني عملة في القايمة وهي 200 جنيه، ولكن هذه المرة بالحجم الصغير. هي نفس المواصفات زيها زي ال 200 جنيه الكبيرة، ولكن شكلها صغير في الحجم. ودي تم إصدارها في 12 يناير بالظبط، 12/1/2009، وأخذ يتم إصدارها حتى إبريل 2014. ودي تعتبر الإصدار الثاني من الورقة. وقع عليها 2 من المحافظين. أول محافظ عندنا هو فاروق العقدة، وتاني محافظ عندنا هو هشام رامز. وقعوا الاثنين على بالظبط على 105 بريفكس بواقع مليون ورقة لكل بريفكس، يعني حوالي 105 مليون ورقة من أول يه 17 حتى يه 120. الورقة ديت يا جماعة بعلامة مائية أيضا الكاتب المصري، ودي تعتبر الإصدار الثاني من الورقة دي. سعرها بقى يا جماعة، سعر الورقة دي عادية جدا، هي سعرها 200 جنيه، لا هيزيد ولا هيقل. لو احنا شفناها بالسيريال نمبر وبالأرقام العادية سعرها 200 جنيه، مش هيزيد عن 200 جنيه. أما لو انطبق عليها بعض الشروط والمواصفات اللي احنا شفنا السيريال نمبر بتاعها كله موحد. يعني إيه؟ يعني كله 000 في الآخر واحد، أو 000 في الآخر اتنين، بيقولوا عليه ملكي أو ذهبي. لو شفنا السيريال نمبر كله 000 في الآخر واحد، 00 في الآخر اتنين، في الآخر تلاتة، في الآخر 4 زي ما انتم شايفين كده على الشاشة. فدي سعرها يا جماعة هيبدأ من أول 500 جنيه ويعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل 1500 لو وصلت لحالة الأنصر، أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع، حتى لو كانت بسيطة، يعني كأنها زيرو لسه خارجة من البنك حالا. أما لو احنا شفنا السيريال نمبر بتاعها بقى سوليد. يعني ايه سوليد؟ يعني كلها صفار، كلها وحايد، كلها اتنينات، كلها تلاتات، كلها اربعات، كلها خمسات، كلها ستات زي ما انتم شايفين على الشاشة. فدي سعرها بيعلى يا جماعة وبيوصل من اول 1500 جنيه وممكن يوصل لحد 3000 جنيه لو وصلت لحالة الانصر، اي بدون اي عيوب نهائية من اي نوع حتى لو كانت بسيطة. والحاجات اللي انا بقولها دي يا جماعة بتخضع لمتخصصين هم اللي بيحددوها، بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. دي بالنسبة يا جماعة لل 200 جنيه الحجم الصغير اللي هي تعتبر الاصدار الثاني من الورقة بالنسبة لل 200 جنيه. ومعانا ثالث عملة في القايمة وهي 200 جنيه الحديثة أو ال 200 جنيه بالشكل الجديد. ودي تم إصدارها يا جماعة في 7 إبريل 7/4/2014، وأخذ يتم إصدارها حتى الآن، وما زال إصدارها حتى الآن إلى يومنا هذا. ودي بتعتبر ال 200 جنيه الحديثة بالشكل الجديد، وبتختلف عن ال 200 جنيه القديمة في كلمة ال 200 جنيه بتحس إن هي بتلمع كده من تحت زي ما انتوا شايفين. العملة ديت يا جماعة وقع عليها عدد كبير جدا من المحافظين. وقع عليها كل من هشام رامز وطارق حسن عامر وحسن عبد الله محافظ البنك الحالي، وما زال التوقيع عليها إلى يومنا هذا. والعملة ديت يا جماعة بعلامة مائية الكاتب المصري. وقعوا الثلاث محافظين على عدد كبير جدا من البريفكسات، ملايين البريفكسات. فسعرها يا جماعة لو هي عادية جدا 200 جنيه، هي مش هتساوي غير ال 200 جنيه اللي هي متداولة، وهي عادية وأرقامها متداولة بين الناس. فهي سعرها مش هيزيد عن 200 جنيه، هي 200 جنيه لا هتزيد ولا هتقل. أما لو انطبق عليها بعض الشروط وبعض المواصفات اللي احنا قلنا عليها مرارا وتكرارا في العملات السابقة، اللي هي زي ايه مثلا؟ ان احنا نشوف السيريال نمبر بتاعها كله موحد. يعني ايه كله؟ مثلا ذهبي او ملكي، يعني 0000 في الاخر واحد، 000 في الاخر اتنين، يكون كل الارقام السيريال موحده، وفي الاخر واحد او في الاخر اتنين او في الاخر تلاتة او في الاخر 4 او في الاخر 5 او في الاخر 6 لحد ما نوصل لفي الاخر 10. دي بيبدأ سعرها من اول 300 جنيه وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل 750 جنيه لو وصلت لحالة الانصر، يعني تكون زيرو كنا لسه خارجة من البنك بتشف وترف بدون اي عيوب نهائية من اي نوع حتى لو كانت بسيطة. اما لو احنا شفنا السيريال بتاعها، السيريال نمبر بتاعها سوليد. يعني ايه سوليد؟ يعني كلها وحيات، كلها اتنينات، كلها تلاتات، لحد ما نوصل لكلها تسعات بيقولوا عليها سوليد. فدي سعرها يا جماعة بيبدأ من اول
750 جنيه، وبيعلى تدريجيا لو وصلت لحالة الأنصر لكنها زيرو، توصل لحد 1500 لو وصلت بحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. دي بالنسبة لجميع أسعار وإصدارات ال 200 جنيه الورق المصرية بكل إصداراتها الثلاث إصدارات. فبطلب من حضراتكم لو أنت واصل لحد دلوقتي في الفيديو وعجبك الفيديو تعمل لنا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو أنت بتشوفنا على اليوتيوب. أما لو أنت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعة. هجيب لكم دلوقتي يا جماعه نخش دلوقتي على ابيع العملات اللي موجوده معايا ديت فين، او اي عملات اخرى اقدر ان انا ابيعها فين. جايب لكم يا جماعه فيديو وهسيبه لكم في علامه البايو دلوقتي لو انتم بتشوفونا على اليوتيوب، ازاي تعرف قيمه العملات اللي موجوده معاك وتعرف قيمتها ازاي عشان ما حدش يضحك عليك، وتعرف اماكن بيعها بالتفصيل. سايب لكم 5 اماكن لبيع العملات بالتفصيل في الفيديو اللي انا سايبه لكم في علامه البايو حاليا، فخشوا اتفرجوا عليه. اما لو انت جايب لكم ايضا بالاثبات بالصور بالارقام جميع العناوين والارقام والبيع بالتفصيل، دلوقتي هنتعرف عليها بشيء من التفصيل. كمان مصور لكم صور الجروبات اللي بينعقد عليها المزادات وتقدر تبيع العملات عليها. كذلك كاتب لكم على الشاشه العناوين بالتفصيل اللي موجوده في القاهره والاسكندريه. نخش دلوقتي يا جماعه في العناوين بالتفصيل. تقدر تبيعها قلت لكم مرارا وتكرارا من خلال 5 اماكن. اول مكان تقدر تبيعها من خلال انا شخصيا، لو نفس العمله ونفس المواصفات اللي انا بقول عليها جوه الفيديو هتصورها وتبعتها لي، انا شخصيا هتواصل معاك واخدها بالسعر بعد ما نتفق عليها ونحدد قيمتها ونقيمها وهنتفق على السعر وهاخدها منك. تقدر تبيعها ايضا من خلال 4 اماكن. اول مكان من خلال الاسواق الحرة اللي موجودة في الاسكندرية وفي موجودة في القاهرة. في موجود سوق في القاهرة بينعقد كل يوم سبت يسمى سوق ديانة جنب سينما ديانة في شارع عماد الدين الألفي، بينعقد كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء. ايضا في سوق بينعقد في الاسكندرية في منطقة ميامي جنب كافيه صيام، بينعقد كل يوم 4 من الساعة 8 حتى الساعة 5 مساء. طبعا تقدر تبيع فيهم العملات، بتروح وتعرض عملات هناك، ولاف الهواة والتجار بتعرض عليهم العملات. طب لو انت مش عاوز تبيع في الاسواق الحرة ممكن تقدر تبيعها من خلال المتاجر الالكترونية اللي موجودة على الانترنت زي جوميا وزي علي اكسبريس وزي امازون وزي اي باي والعديد من المتاجر الالكترونية. ايضا تقدر تبيعها من خلال الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك، وهناك العديد من الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك اللي مخصصة لبيع العملات النادرة والشحيحة، وبيتم عقد عليها مزادات بصفة مستمرة بتعرض عليها العملة وبتواصل معاك آلاف الهواة والتجار، ولو العملة بتاعتك نادرة بتجيب سعر كويس بيبدأوا يتواصلوا معاك وبياخدوها منك بسعر غالي جدا. وهسيب لكم روابط الجروبات ديت في الرابط اسفل الفيديو لو انتم بتشوفونا على اليوتيوب. فبطلب من حضراتكم ان انتم تشتركوا عندنا على قناتنا على اليوتيوب عشان هسيب لكم الرابط بتاعه الجروبات بتاعه الفيسبوك هناك. ايضا تقدر تبيعها من خلال رابع مكان وهي من خلال موقع يسمى موقع اوليكس. موقع اوليكس دي تطبيق بيتم تنزيله على التليفونات المحمولة، موجود عند كل الناس، في فئة موجودة لبيع العملات النادرة والشحيحة على هذا الموقع اللي هو موقع اوليكس. بتعرض العملة وبتواصل معاك أرضه آلاف التجار والهواة بيشتروا منك العملة لو هي نادرة. أنا كده خلصت يا جماعة كل ما يتعلق عن الفيديو. فلو عجبك الفيديو بتاعنا فتشجعنا باللي انت تعمل لنا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.